اللهم لك الحمد. هذا العام داز الحمد لله غادي مزيان وبخير، وغير من طاحت الشتاء كلشي كاين، كلشي كاين الحمد لله. مشيت عند واحد صاحبي الشرطه القضائيه هاد الايام، صاحبي سلمت عليه كذا، هو في القسم ديال القضايا المتعلقه بالعنف ضد المراه. ان كان واحد الخليه في جميع المدن المغربيه وكاينه في الشرطه القضائيه بالضبط العنف ضد المراه، اي تدخلوا فيما يتعلق بالعنف ضد المراه. ومن الهضره اللي جبدنا وكنا تنهضروا وقال لي فكرتي، وقلت لك نسافر لبرا وكذا وكذا وكذا، جبدنا الحديث وقلت له ودي راه كاينه واحد الظاهره برا، سيرتو في امريكا، شتا انا في اوروبا، ولكن في امريكا بالضبط في المره الاخرى فاش مشيت عاودوا الاخوان تما، لان ما مشيتش انا باش نبقى نشوف في الحيوط والعمارات، ولكن مشيت باش نهضر مع الناس ونتكلم ونعرف الاحوال ديالهم، المشاكل ديالهم، شنو يمكن نقول، يقولوا لي اللي نقول انا المواطنين بالمغرب وكذا وكذا. وكانوا قالوا لي واحد الحاله ديال واحد الظاهره بانت تما في امريكا، شي 4 ولا 5 ديال الحالات متابعين ديال العائلات تيتهموا النساء تيتهموا الرجال ديالهم بالاغتصاب، اي امراه تتهم رجلها بالاغتصاب. وهنا كان قال لي هو، قال لي ودي حنا عندنا في المغرب قال لي صيفطنا واحد الحاله ديال المراه تهمت رجلها بالاغتصاب، والحاله دازت في المحكمه الابتدائيه، من بعد محكمه استئناف، من بعد مشات للنقد والابرام، رجعت من النقد والابرام، وكانت قضيه كما تنقول بحال الراجل، لانه بالنسبه للنقد والابرام ما كاينش اثبات، تيطالبوا الاثبات، ما كاينش اثبات بان هذا الرجل اغتصبها. قضيه جبدات، قال لي طويله، شحال جبدات من ابتدائيه لاستئناف نقد والابرام، عطات بانه ما كاينش اثبات. في حين ان الناس قالوا لي في امريكا، وخصوصا الحي اللي كنت فيه اللي هو برودواي اللي كنت ساكن فيها، قالوا لي ودي عندهم واحد الحالات، قالت لي واحد السيده اتصلت بيا، هي عندها واحد الجمعيه تما ديال المجتمع المدني، قالت لي سي خرج تعرف واحد الحاله تهضر عليها وراه يهضروا لك الناس عليها، الناس اللي كنت معاهم وهضروا عليها هاني، دوك الناس مجلست معاهم هضروا اكدوا لي الهضره ديال السيده، قالت لي خصك تهضر على الحاله ديال بعض العيالات تيتهموا رجالهم بالاغتصاب. لا تهضروا على المغربيات، لا يهمنا الامريكيات ولا كذا، المغربيات شي وحدين تهموا رجالهم بالاغتصاب. كان واحد الرجل مشى ب 12 عام وواحد الرجل مشى ب 13 عام ديال الحبس. وكاين حالات اخرى اللي تعرفات في الولايات ديال امريكا هنا وهنا وهنا وهنا. هذا الكلام اللي تنقول لكم، هضره تنقول لكم سمعتوا لما مشيت لاوروبا، الناس يتحتوا على هذه القضيه هذه ديال المراه تتهم رجلها بالاغتصاب. الا ان امريكا ماشي بحال المغرب تيبحثوا داروا ابتدائيه واستئناف ويبحثوا، هما تما تيزربوا عليه. هذا المشكل الكبير. يقدوا هي تشكي به، يقدوا يخرجوه من الدار، يقول ما ترجعش عندها، تنشوف القضيه فيها، يقدوا يعتقلوه، يدوا الاعتقال، تعتقلوه عاد تيبداو يبحثوا، ماشي تيبحثوا عاد تعتقلوه اولا مشيو يبحثوا. وكاين العيالات تعرفوا يديروا التحرميات، دير جرحها هنا وجرحها هنا وكذا، وتبين شي حاجه وتشهاده طبيه وتلعب داك اللعب وكذا وتسخف لهم وكذا، وتيقبلوا هاد الشكايات هادو وتيصيفطوا للناس للحبس. الرجال تيمشيو للحبس. الراجل يغتصب مراته، هاد الحالات هذه الحمد لله قليله عندنا في المغرب، ولكن هذه ما تيهزاش العقل الا اذا كان هذا الراجل مصاب بخلل عقلي. الراجل يغتصب مراته، اي راجل عنده مشكل مع مراته ويجي يغتصبها بالقوه، وعايش معها في دارها وداخل الدار وعايش معها وتاكل معها ويشرب معها ويغتصبها، هذه ما تبغيش تدخل العقل. كاين هاد الحالات ما تبغيش تدخل العقل. ولكن انا ما اللي استغربت فيه هما ان الناس يتشكاو تما، رجال تيتشكاو. وديك السيده ديال الجمعيه هضرت معايا قالت لي سي خلاص هادشي وليت تتكاثر عندنا، وحده تنقل وحده. وقالوا لي كاين شي فنانه مغربيه او مؤثره مغربيه على الفيسبوك حتى هي وعلى الواتساب، معروفه تما بالرقص ومعروفه بالغناء وكذا، ولما سمعت هاد الاخبار ديال الاغتصاب، ديال اتهام بالاغتصاب من طرف عيات الرجال ديالهم، شجعتهم، خرجت في واحد الفيديو تتشجعهم، تتقول بنا عندكم حقوقكم وعندكم كذا وعندكم كذا، وراه ماشي المغرب هذا، ويمكن لك تهنيه وديه للحبس ولا قاسك، وقول لهم الاغتصاب، وقول تدفع العيالات باش يتهموا رجالهم هذا الاتهام هذا. هذا الشيء خايب، ما خصوش يتسمع. راجل متزوج مع مرته تتهموا بالاغتصاب، راه سيرتو عندهم الدراري، هذا الشيء ما يتهضمش اي. وإذا لقاو شي وحدين مناسبة وجاتهم مزيانة في أوروبا ولا في أمريكا يتهموا رجالهم، والاخرين يسمعوا لهم، يتعرفوا يتحايلوا عليهم، عرفوا يكذبوا عليهم، عرفات دير هكا وهكا ودير شي حراميات وتكذب عليهم وتصيفط رجال الحبس،
غادي هذا الشيء غيتشهر، وغيوليو بعض الناس يقول لك ما تيقوش في المرأة المغربية. أنا تنقول شي امرأة اغتصب راجلها وكان هناك عنف، اغتصاب بالعنف وثابت الاغتصاب، تخمم لولادها وتخمم الله سبحانه وتعالى باش ما تكتب شيء وتمشي وتدعيه ويتعاقب. ولكن باش يبقاو بعض النساء بغات تطلق ولا بغات تتمنوا ولا بغات تخلي ضرب ولا بغات تصيفطوا للحبس ولا كذا وكذا ودوز هذا الاتهام، راه خيب لا مع ولادها لا كان عندهم ولاد، لا مع الله سبحانه وتعالى، لا مع غتظلم داك السيد غتصيفطو ظلما. هادشي راه ماشي زوين ماشي معقول. نتمنى من الله هاد الرساله توصل، والناس اللي الجاليه ديالنا لا في اوروبا ولا في امريكا يسمعوا هادشي. وتنقول النساء ديالنا بعدوا من هاد المشاكل هادي، بعدوا من هاد النوع ديال الظلم وهاد النوع ديال الحيف وهاد النوع ديال الاتهام لرجالكم، راه هادشي ماشي مزيان. ولا كتب لك الله مبقيتش معاشره معاهم تبغي شي وقع بيناتكم مشاكل، كاين بزاف الحلول. ولكن باش نمشي نتهموا وانت عندك وليدات، ولا نتهموا انت كاع ما عندكش وليدات، غنتهموا راه في ذاك الراجل ما غيمشي شيك بحالنا هنا غيضربوه بعام ولا غيجريو عليه ولا كذا. راه تما انت شفتوا تيضربوهم الحبس الغليظ كما تنقول 12 و 13 عام. تفكر انت 18 عام ولا 12 عام وسير مسكين في الحبس وهو ما داركش داكشي. غتندمي واحد النهار ما تلقاي كي ديري تمشي تعترفي لهم تقول لهم ودي راه كذبت عليه خرجوه من الحبس، راه ما غيتفارقوش معاك. تنحيي الناس ديال امريكا وتنحيي الناس ديال برودواي اللي هضروا معايا، تنحيي ديك السيده اللي هي رئيسه الجمعيه ديال المجتمع المدني في امريكا، تنحييك لاله. وهذا الشيء قلتو طلبتو لي وانا قلتو. الحلقه ديالنا اليوم هي موضوع يستحق النقاش، موضوع كبير. هذا الموضوع ديال واحد الفعله نسميوها فعله، ماشي ظاهره ولكن فعله ديال واحد نقدو نسميوها جريمه تيقوم بها بعض الناس اللي هما مسؤولين وناس في السلطه، ناس تيكونوا في المدينه عندهم مسؤوليه واللي تينوضوا وتيجمعوا الحماق ديال المدينه وتيهزوهم تيديو لمدينه اخرى تيحطوهم. هادشي راه ولاو تعرفوا المغاربه كاملين، هادشي ولاو تعرفوا المغاربه. وانا هضرت مع واحد الدري في واحد الموضوع، ماشي دري راجل، واحد الراجل عامل الشرطه وقال لي ودي، قال لي انا تنعقل 2002 البوليس ديال في الليل تيشدوا واحد 207 عام ربع عباد الله، وقفوا عليهم في الليل لقاهم تيهبطوا باش تيهبط حماق. قالوا لي شكون اللي عطاك الامر باش تهزهم؟ قال لهم قيد فلان وجمعت الحماق ردوهم ليه وداو للكوميساريه. خبروا العماله، خبروا وكيل الملك، قال لهم لا ردهم فين جابهم، ولا هازهم ومع شي حد صيفطوهم معاه باش ردهم فين جابهم، المدينه منين جابهم. هذا ماشي حل، وهذه ماشي حلول تلقاوها. باش تكون واحد المدينه فيها شي ايفينمون ولا تكون فيها شي حاجه ويهزوا الحماق ويديهم مدينه اخرى، وهاد المدينه ديهم المدينه وهاد المدينه ديهم المدينه وهاد المدينه ديهم المدينه. هادو هما اللي قلت لكم، هادو هما الحماق اللي تلقاوهم تيوقعوا المساكن حادثه سير مميته، وتكون الضحيه مجهول الهويه. هما تيجيبوا مثلا نقولوا نجيبوه مسله للقنيطره 40 كيلومتر ولا اقل، تيجيبوه تيحطوه وتتكون عنده ديك الحاسه السادسه بانه جابوه من تما وتيبغي يرجع، ولكن من ترجع تيبقى غادي جنب الطريق في الليل وفي النهار، غادي بجنب الطريق. شحال من مره تشوف شي واحد غادي في واحد البلاصه خطيره بجنب الطريق، شحال من واحد لقيناه في وسط الطريق غادي. واقسم بالله واحد النهار جاي كنت خدام في مطار رباط سلام، وجاي وتندير لانافيت ما بين القنيطره ومطار رباط سلام، وكنت جاي وكان الشتا تطيح. واحد الوقت دات فار تيبان لي واحد غادي وسط الطريق حفيان وغادي وسط الطريق. تجنبتو وقفت، خرجت من الطريق وقفت ونزلت في ديك الشتا وبقيت حيد من تما، انا خرج من الطريق ما عندي ما ندير ليه، وخرج من الطريق. ولكن انا غادي للطوموبيل ويبان لي رجع للطريق، ما عندي كي ندير ليه، والشتا والخلا ما عندي كي ندير ليه. عرفت داك السيد غادي يموت، عرفت داك السيد غادي ضربو شي طوموبيل، اش غادي ندير؟ نبقى واقف داك اللي تابعو، اش غندير؟ نعيط على من غنعيط؟ مع من غنعيط؟ وسط الطريق. راه هاد الناس ساكن تيرجعوا ما تيموتوا في الطرقان. وهاد القصه اللي غنعاود لكم ديال واحد البنت، فاذا واحد البنت من هاد الضحايا هادو، واحد النهار تصبحت في واحد المدينه بوها ليا حمقى بشعرها وحوايجها مطرطقين ومقطعين وكلشي مقطع. هاد البنت حتى هي هزوها كما تيهزو دوك الناس، كما قلت لكم من مدينه لمدينه
دابا واخا داروا الخيريات في المدن، بعد المدن داروا الخيريات، داروا كبار تيوكلهم الحمد لله وكذا وكذا، ولكن باقيين شي وحدين تيتاخذوا شي السلطه ديالهم تتبيح لهم باش بغى ينقي المدينه تينقيها بهذه الطريقه. ولا جينا نبحثوا نديروا حنا بوليس غنمشيو نبحثوا مع الناس، غنقولوا مول الطوموبيل شكون اللي قال لك زاد الناس؟ اسيدي عيطوا عليا نقدم، شكون هذا مقدم؟ فلان. مشى عند المقدم نقول له القايد، القايد يقول لك اخويا الباشا قال لنا حيدوا هاد الناس ما تخليهمش تيدوروا. الباشا يقول السيد العامل هما، ولكن حتى واحد ما كاتب الاخر، حتى واحد ما عطى شي واحد شي امر مكتوب قال لي خز الحماق وديهم حيدهم من هذه المدينه. غتقول المقدم شكون اللي قال لك، شكون اللي قال لك عيط للطوموبيل جمع هاد الناس؟ غتقول القايد كاتب شي حاجه، عطاك شي امر مكتوب؟ لا ما قال لي والو. حد القايد غيقول لا ما كتبش. او واش بيني وبين نقول انا يهز الناس ولا ما يهز الناس؟ الناس حماق يهزهم نديهم مدينه اخرى، ماشي حل هذا. نهزوا الناس من مدينه لمدينه، خص اللي طاح عنده شي حماق يديهم الخيريه ديال ديك المدينه، الخيريه ديال ديك المدينه. هادشي اللي كتب الله. غير الخيريات انا تنقولها، اذا عندك واحد الناس حماق او ناس مشردين او بلا سكنه ولا كذا ولا كذا، نشوفوا ناس اللي بحثوا معاهم ويجي يقول لي اين مدينه انت، وعود ما اين مدينه، ولد من انت فين ساكن كذا كذا، عود ما نديو ديك المدينه نحطوه نديوه نوصلوا لدارهم، على الاقل نوصلوا لدارهم نوصلوهم. قال لك اسيدي انا مسلا، نعزلوا كاع اللي هما مسلا 3 و4 ونديو مسلا فين ساكن داركم، الحي ديالكم، بقاو معاه تيوريهم الحي فين، نشوفوا الناس يعرفوا ونحطوهم تما. بعدا لا بقى في حومته، حتى نشوف بعض الحماق عندنا في الحومه ولفناهم في الحومه، لان ولاد الدرب او كبروا معنا او ولاد المدينه تنعرفوهم، واخا حماقوا داكشي ولكن كلشي تيحن عليهم، كلشي تيعطيهم، مره دا يحسن ليه، مره كذا مره كذا، هو تيولي يعرف واخا الحماق ديالو الله يستر وداك الهبال ديالو تيولي يعرف الناس، با فلان دابا دور معايا كذا كذا تيعرف. اول ما غنديو هذا السيد نديوه نحطوه في مدينه اخرى نرميوه وما تعرف حتى حاجه، تلقاهم ساكن غير غاديين هايمين. انا ما تهضرش دوك اللي تيسعاو تيعرفوا يهضروا يتكلموا، هضروا واحد مسكين حماق ما تيعرفوا والو، تياكلهم دوك البركاسات غاديين في الزنقه، غير غادي مهبط راسو حالته حاله. هاد البنت اللي تنعاود لكم القصه ديالها كانت من ضمن هاد الناس اللي تم نقلوا من مدينه الى مدينه، هزوهم من المدينه جابوا واحد المدينه. هاد المدينه اللي جابوهم ليها، جابوا هاد البنت، كانت هي هاد البنت عندها حاله خاصه، وهي ان الغبا الوسخ ديالها والشعر ديالها مشاكك والحفاه ديالها وغدا، ولكن كانت جميله جميله. هاد البنت كما عاود لي واحد مسؤول قال لي كانت عندها ديك السماء، داك كما تنقولوا السمات ديال الجمال ديالها، اما فاسيه اما تازيه، كما قال هكا بهاد الهضره هذه، اما فاسيه اما تازيه. ولكن كانت بنت جميله، ان شعرها اشقر وعينها تميل الزرقاء، ولكن هي مغربيه، ولكن تتبان كاين بعض الناس يقولوا واش هذيك عربيه ولا فرنساويه. وكانت باقا صغيره في العمر ديالها، عندها تقريبا شي 28. وهاد المراه هذه او هاد البنت المسكينه هذه جات لديك المدينه حتى تستبنت واحد النهار تما، ولات تدور تاكل اللي كلات، اللي عطاها شي حاجه تاكلها غادا حفيانه كذا كذا كذا. الناس كانوا تيشوفوها في الليل مع دوك الشمكاره، لان دوك الشمكاره غيتسلطوا عليها، واخا تكون مسكينه هي غير بوحدها غيبقاو يتبعوها، غتعيا غتنعس، تيبقاو يشدوا فيها وهي مسكينه ماشي بعقلها ويديروا فيها اللي بغاو. حنا تنشوفوا الان بنات كاينين مع الشمكاره، ولكن دوك البنات هما شمكارات واعره حتى هي دايره. انا عندنا هنا تنشوف وحده دايره دري في الكروسه، ديما هو في الكروسه ودري صغيره معاه وجالسه مع موالين لا نكول ومع موالين نشرب، حداهم الكلاب الضاله ناعسين شي كلاب حداهم تما، هادو نقولوا هذيك واخا هذيك الافعال ديالها ولكن فايقه تدع في راسها، تعرف اش تدير. هاد البنت لا ما تعرف لا تدع في راسها لا والو، مسكينه. بقات في ديك المدينه، واحد النهار بانت حامله، كرشها بانت، ولكن شكون الله اعلم. كما قلت لكم راه تضل ليل كامل مع دوك الشمكاره وهي بنت جميله. اذا هاد البنت مسكينه داروا فيها ما بغاو، بنت حامله. داز واحد الوقت البنت ما بقاتش حامله، الناس تيشوفوها بلاصه فين تدور، هي تدور بلاصه فين قاود الماكله وداك الشيء تما، تنعس على الكارطون كذا، مرات تلتجئ على شي بلاصه للجامع باش يحميوها شويه الناس من دوك هذا، ولكن حتى شي واحد ما هزا الخيريه داها ولا شي حاجه، بقات تما مرميه. حتى شي واحد ما سولها منين نتيا، يهزها ولا منين نتيا نديوها. حنا هنا راه كاين بعض الحالات عرفتهم انا بعد مع الناس امنيين اللي خدمت معاهم، كانوا تيعطونا امر باش نجمعوا دوك الحماق وتاخذوا من البصمات.
تيديو من الخيريه تاخذوا من البصمات تيسولوا شكون انت وتيصوروه، على الاقل من تيموت كان على الاقل تنعرفوا شكون هو هذاك، عندنا عليه لافيش ديالو هو فلان 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 فلان. ما عمر شي واحد هزو مردو من بلادهم، ما عمر شي واحد سمعت انا هزو مردو من بلادهم او ردو من دورهم، واخا داك السيد عطاهم كاع العنوان ديالو وكذا، ولا يقول انا مدور ولد فلان، صافي الله يعاون العونات، يلاه سير بحالك، خصك تمشي للدوار ديالك، خصك تمشي سير للدوار ديالك، تقول واخا نمشي، غتمشي بحالك، غنمشي بحالي، هو مسكين ما عارف والو. هاد البنت بقات تما تائهه مرميه في الخلا، كيما قلت الشمكاره داروا منها اللي بغاو، حملوها هما دوك الشمكاره، حملات وولدات، فين ولدات وشكون اللي ولدها الله اعلم، فين هو داك الدري ديالها الله اعلم. بقات الامور غدا هكاك. وديك البنت مرات تتبان لهم تنقات وسط المدينه، تتبان شي واحد عطاها شي حوايج وكذا وكذا، شي محسن عطاها الحوايج مشطوا ليه راسها وداك الشيء، مره عاوتاني تترجع ديك الحاله ديالها ديال الوسخ وديال كذا وديال كذا وديال كذا. عاوتاني حملات، المره الثانيه حملات ولا تتبان الناس حامله، الناس بقات يقولوا هذيك النهار كانت حامله ودابا عاوتاني هي ولات حامله، هاد البنت كانت تكرسوا عليها كذا كذا كذا. دازت واحد المده ما بقاتش حامله، إذن حملات جوج مرات ما بقاتش حامله، ولكن واحد النهار واحد المقدم، كاين المقدمين والشيوخ ديال القياده، واحد المقدم تعرف بينه وبين الله، واحد المقدم تعرفوا عليه الناس كنت يخدم وتخدم من قلبه، وتحيه تنحيي الناس المقدمين والشيوخ تنحيهم من هذا المنبر، ما انهم ما واخدينش حقهم كامل، لان المقدم او الشيخ في الشرطه القضائيه، في الاستعلامات العامه، في المصالح الاداريه، كل شيء تيدير المقدم، هي يخبر على الجريمه، يخبر على هذه، يساعد، يعاون، يخبر القائد، يدير، راه كل شيء تيخدموا واحد الاعمال كثيره المقدمين. هي حبذا لو ان الداخليه تفكر ودير هاد المقدمين الموظفين، خصهم موظفين بالنمر والصوم ديالهم، خصهم موظفين يبقاو يتخلصوا على العمل ديالهم، ماشي يتخلص شويه من عند الناس هنا وهنا، وديك المنظه العيانه اللي ما فيها والو، بانه الخدمه تيخدموا هما تيخدمها حتى شي واحد وفي الامن البلاد، لمصلحه البلاد والامن ديال البلاد، المقدمين والشيوخ. هذاك المقدم مشى عند القايد، قال القايد سيدي واحد البنت هاش كاين، وراه حملت المره الاولى وحمرت المره الثانيه، وولدت المره الاولى وولدت المره الثانيه، ولكن انا عندي اخبار السيده اللي داتها في الثانيه في الحمل الثاني، وعندي خبر بان ديك السيده راه فات جابت وحدك بحال هذيك حمقى ودخلت عندها وولدت عندها. هاد السيده هادي الخدمه ديالها هي هاد الشيء، تتقلب على البنات اللي حاملات وتديهم للدار وتتولدهم، فين تدي الدراري تتبيعهم ولا ما عرفت الله اعلم. قال لي به هذه دات عاوتاني هاد السيده هي اللي داتها وهي اللي حملتها، وعندي اثباتات، عندي الناس اللي شافوها جابتها ودخلتها، وعندي ناس اللي دخلوا عندها ولقاوها غاسله ليها ومقاده ليها مصابه لها ومجلسه وهي حامله، من بعد تلقتها للشارع. القايد دار تقرير صيفطو رئيس الشرطه القضائيه ديال المدينه، صيفط ليها التقرير، قال لها ودي واحد الحاله ديال واحد البنت هاش كاين. الشرطه القضائيه بتعاون مع المقدم وراهم البنت، شدوا البنت داوها بعد ما خبروا السيد وكيل الملك، وماشي غير خبروه داوها ليه وشافها وكيل الملك. هاد وكيل الملك عندي الاسم ديالو كاملا، هاد وكيل الملك ربما يتسهل نذكر الاسم ديالو، نتسهل، ولكن ما استشرت معاه باش نذكر الاسم ديالو. وكان رجل متقي الله، ورجل تعرف بينه وبين الله، معروف عند الناس، ورجل تيبغي الخير. لما شاف ديك البنت قال عطى امر رئيس الشرطه الضابط اللي كان شاد هاد القضيه هادي، عطى امر قال لي شوف غتعرف لي هاد البنت منين هي ومنين دارهم، وغتعرف لي هاد الحمل كيفاش جا هاد الحمل هذا، وغتعرف لي فين مشاو دوك الدراري، هاد الشيء ما تبحث عليه ما توقفش، وجيب لي هاد المعلومات. وديو هاد السيده هادي الله يعطيك الصحه، ديوها للخيريه ويغسلوا ليها ويقادوها ويصاوبوا هاد البنت هادي ويخليو شحال حتى هكا دايره، ويخليوها في الخيريه حتى تكملوا العمل ديالكم. هادشي اللي داو البنت الخيريه وعطاو تعليمات لمدير الخيريه، تعليمات تاخدهم عند وكيل الملك، وبداو في البحث.
بحثوا مع البنت. البنت حمقى كاملة 100%، ما عطات حتى شي معلومات، لا على دارهم، لا على شكون بنت من، لا مسكينة مكملاها ومجملاها، ما عرفت حتى شي حاجة. ولكن المقدم خدم خدمة ديالو. المقدم قال لكم السيدة اللي ولدت عندها، هاد السيدة مشاو جابوها الشرطة القضائية، قال لي هذيك البنت وراهو عليها، قال لي هذه عرفتيها؟ قلت عرفتها. هاد البنت هذه ديتيها وولدتيها 2 مرات، شنو غتقولي لنا؟ وعندك واحدة أخرى قبل منها حتى هي كانت حمقى الدور وحملات وولدتيها انتيا. قالت لهم أنا ما عمرني بعد البحث وبعد تعميق البحث، وتعرفوا شنو هو تعميق البحث تنقول لكم. قالت لهم لا، أنا عمري ما درت شي واحدة أخرى إلا هذه ولدات عندي، ولدت 2 مرات. واحد السيدة ولدت بنت داتها واحد السيدة الخارج، جات رغبتني وطلبتني وقالت لي واحد البنت ضيعة وغادية في الطريق وكذا وكذا، داوها الخارج. وواحد البنت واحد الولد دا واحد الناس خميسات، هاد الناس داهم بالوثائق، بالوثائق. شكون اللي صوب هاد الوثائق؟ بحثوا معها مزيان وما خلاوش فين تلعب، واعترفت وقلبوا على دارها، جبدوا شي ورقات في الدار وجبدوا شي حاجة عندها في دارها واعترفت. وتتقول عندها بنتها، وبنتها حتى هي موظفة، ما نقولش هي فين خدامة بالضبط تابعة للداخلية، ديك بنتها في ديك المدينة اللي واقع فيها هاد المشكل، وبنتها هي اللي ساعدت امها في الوثائق اللي صابوا البنت اللي مشات فرنسا. البنت اللي تولدت مشات فرنسا ديك ساعدتها. جابوا البنت ووقفوا معها، حطوا كارت سور طابل، قال لها تقول لنا اشنو كاين بالضبط، حنا غنبحثوا. لقاو ديك البنت اعترفت بانها هي توسطات ما بين ديك السيده اللي جات من برا القسم التوليد، وداك السيد في قسم التوليد عطاهم واحد الورقه مصوره، عطاها لهم تيقول فيها بان هاد المراه جات ولدت عندنا هاد البنت. مشكل اول تحل. مشكل ديال القياده، عندها واحد صاحبتها في القياده، هذيك صاحبتها في القياده هي اللي دخلت البنيه في كناش ديال الولادات وكذا وكذا، بان تقدمت الى مسمى فلانه ولدت بنت من جنس دكار كذا، بنت عفوا من جنس انثى كذا، تيديروا انثى هذا ما عرفتش مشكل تيكتبوا داك الشيء، باقي متبعين داك الشيء ديال بكري، بقينا في الريجيست ديال الولادات. والمراه دات البنت بطريقه قانونيه، اما البنت اعترفت لان هاد القضيه اللي كان واقف على الوكيل العام بيدو، متبعها بيدو خطوه بخطوه. هاد السيد الله يطول عمره، جات البنت دارت تحت الحراسه النظريه، وجات لي في القياده ودارت تحت الحراسه النظريه. المراه تقول البنت الثانيه عطيتها لواحد الناس في خميسات، عطيتها لهم مشاو صافي، قلبوا البوليس في الولادات في داكشي ما لقاوش ما يثبت. اما هي عندها بنت ثانيه اعترفت بها، تولد واحد الناس خميسات، كانت بنت هذه ولد يا ربي، ولد هذه الحمقى ولدت ولد، من بعد ولدت بنت، تتقول هذه ولدت ولد عطيت واحد الناس خميسات، هذوك عطيتها لهم صافي، تفاهمت معاهم وداو، قال لك ما غيتكلفوا بكل شيء. وهاد البنيه انا وقفت مع هاد الناس ديال فرنسا، وتيقولوا بان المراه الثالثه نكرات، قالت لهم ما كاينش مراه ثالثه، ما جبت حتى شي وحده. اذن هاد العصابه هذه اللي خدمت هاد لافير فيها الام، فيها بنتها، فيها واحد قسم التوليد، فيها واحد في القياده، هما اللي قادوا دوك ديال برا، قادوا لهم وراء، قادوا لهم كل شيء بانه دات ومشات. ربما غيقول لي بعض الناس دابا وشنو خسرنا السابقه، هذيك الحمقى ومزيان ديك المراه داتها لفرنسا، مزيان داتها لفرنسا، ولكن القانون ما تيرحمش. القانون هو القانون. غدا ان شاء الله شي وحده غتدخل من السرجم ديال قسم الولاده وتخطب دري صغير وتعطي له وحده تمشي تقيدو وديروا لها سميتها في هذه المدينه ولا في مدينه اخرى، راه ما يمكنش. القانون هو القانون. لما تيقولوا الان بان الدري الا تزاد وبغى شي واحد يتبناه كما تنقول بغى يربيه، خص يبقى اسم امه اللي ولداتو، الاسم ديال الام ديال اللي ولداتو خص يبقى. بعض الناس يقول لاش غيبقى الاسم ديال الام غيخلق مشاكل، الدري اش غيكبر الا هذوك الناس بغاو يخبيو عليه، ما بغاش يقول لي راه ماشي انا هي امك، كي غيديروا؟ الا لقاو لهم امك ماتت وكانت يتفهم يقول لهم امك ولدتكم ماتت وحنا سميتها فلانه ولكن ماتت، لانه هناك مشكل ثاني،
ان الدري مثلا غيتربى ولا بنت غتربى وغتكبر غيقول لها وفي الصراحه انا بغينا نصالحوك، حنا راه ماشي امك، حنا غير مربينك. تيكون مشكل كبير، وقعوا في مشاكل كبيره. ان واحد النهار قلت لكم واحد المراه عندها بنتها وعندها فيلا ديالها وعايشه هي وبنتها مزيان، وبنتها واحد النهار عماها الله قالت لها بنتي بغيت نهضر معاك. قالت لها ايه؟ قالت لها انا ماشي امك، انا غير مربياك، بغيت نحيد عليا التقليد، بغيت نحيد عليا التقليد. ديك البنت قالت لها غتوريني امي شكون هي؟ قالت لها امك عطاتك ليا وكنا في السبيطار وجبناك وكذا، ولكن ما عرفتها فين مشات. قالت لها خصك توريها ليا. قالت لها لا، شدت امها داتها للعجازه. قالت لي ما تعيش معايا، حطيتها في العجازه. قالت لي بخلصكم في العجازه، اللي بغيتو ما تعيش معايا. المراه كانت بالفيلا وكذا وكذا، حتى ولات مرميه مسكينه مع العجازه في دار العجازه. المراه تفقسات وبنتها ما رحمتهاش. اذا كي غنديروا مع الدراري اللي غنتبناو؟ واش نقولوا ليه ولا نبقاو ساكتين؟ بقينا ساكتين غتحس واحد كما قلنا بالتقليد. قلناها ليه، راه هذيك هي المشكله. ولكن القانون هو كدير ما تيرحمش. الام تتبقى مقيده، واخا تبنى شي دري وتبنى شي بنت، امو تبقى مقيده. يكون لا شرعي امو تبقى مقيده، امه فلانه. تشوف كي غدير مع امها هذيك الساعه، تقول لي واش ميته ولا تعرفوا على امو يبقى يسلم عليها ولا وهذا احسن ما يدار. عرفوا على امو، قول لها امك وسلم عليها، بغيت تجلس معنا بغيت تجلس معاه، ها انت عندك جوج امهات مزيان. ولكن ديك البنت حمقى بقات مسكينه هكاك مشرده. اذا هنا اش غنقولوا؟ غنقولوا هاد البنت حمقى مازال غتولد الثالث ومازال تولد الرابع، مع ان البنت جميله وهذا ودوك الشمكاره ما تعرفوا لا جميله لا مولاي بويه، تعرفوا دوك الذئاب غادي يشدوها، غيشدوها مسكينه كما تيشدوا بزاف ديال البنات الشمكارات، تيشدها ما تعرف لا هي ما تعرف لا حبوب الحمل ولا والو. هو الدنيا عنده هانيه وصلت على النبي وتحمل. ولكن ذاك وكيل الملك انا ما عرفت شيء الان، واش باقي حي لان في 88 او مات ما عرفتش. تنقول الله يطول عمره ولا كان حي والله يرحمه اذا مات. اجتهد واحد الاجتهاد كبير. لما قدموا لي دوك الناس، قدموا الملف ديالهم، قال البوليس غتجيبوا ليها من جديد هذيك البنت اللي عندي. جابوها لي من الخيريه. عيطت للطبيب الرئيسي ديال السبيطار ديال ديك المدينه، الدكتور الطبيب الرئيسي، وقال لي ودي انا بغيتك دير شي حل لهاد البنت. هاد البنت لا ام لا اب لا عائله، ما عرفنا منين جابوها حتى حطوها هنا، وسي سور هي ملي كنت يهزو من مدينه لمدينه حطوها هنايا. وهاد البنت هي ديال التكرفيس وداكشي، وحنا ما عندنا لها حتى شي حل. هاد البنت غتبقى في الخيريه، معلوم غتبقى في الخيريه، ونقدروا نصيفطوها للمستشفى الغازي اللي في سلا، وتبقى عنده تما واحد المده، يشوف ربما بالادويه اللي غيعطيوها تسترجع شي حاجه باش تهضر معاه، باش نعرفوا عائلتها وداك الشيء. ولكن قد تعرض للحمل مره اخرى وتعرض لاغتصاب مره اخرى، دير لي شي حل. قال لي ودي غنجيب الطبيب اللي هو مكلم الماتيرنيتي. وجا الطبيب ديال الماتيرنيتي اللي هو الطبيب جينيكولوج ديال الامراض النسائيه، وجا عنده قال لي ودي شنو الحل اللي غنديرو لهاد السيده؟ قال لي هاد السيده غنحسموا لها القرون، عزكم الله انها غدير لها عمليه باش ما تبقاش تولد. هاد المرض ما تبقاش تولد، بقات مسكينه فيما تولد يجيو يديو لها وليد، فيما تولد يجيو يديو لها. بحال شي واحد عنده شي دجاجه في الدار، فيما تبيض غايه تمشي تضرب دوره هو يجي يدير لها البيض. تضحكني ذاك المنظر لما تنكون في العروبيه وتنشوفهم دوك الناس من عائلتي، وتيمشيو الصباح تيهزوا داك البيض ديال الدجاج تيجمعوه، وتنتخيل مسكينه ديك الدجاجه خلات واحد تيخليو لها بيضه وحده باش زعما تبيض عليها، واحد البيضه تيخليوها باش هي من تجي تفكر بان هذيك البيضه راه ديالها خصها تزيد البيض وتتزيد البيض. وتنقول لهم دابا نتوما فيما الدجاجه تتحسب تتبغي تخرج ترعى، تتحسب عندي هنا عندك واحد جوج ثلاثه اربعه البيضات، تتخرج ترعى تجي تلقى وحده تيخمقوا لك ويلي انا خليت اربعه انا ولات وحده، تتعاود تبيض تجي يديوها ليها. الله يسمحنا من الدجاج، او الله يسمح العروبيه من الدجاج وما تاخذوا لها. ناد البنت اذا ولات هاد البنت ستيريل، ما بقاش تتولد. تدخل ديال داك وكيل الملك، وقال الطبيب اي حاجه من ناحيه ادويه ولا شي حاجه انتم استعصات عليكم قولوها ليا. وعطى المدير ديال الخيريه قال لي طونك هاد البنت باقا ما طافش العائله ديالها، هي راه الاصرار ديالك تبقى في الخيريه. تبقى ديك البنت في الخيريه وما بقاش تتولد بعد العمليه اللي داروا ليها. طفات تيقولوا الناس تعرفوها ولات نقيه، ولات دوك الناس تعاملوا معاها مزيان في الخيريه وبقات في الخيريه. ذاك الوقت وهي في الخيريه
ما عرفت شي دابا مسكينه ديك السيده يعلم الله فين هي، واش باقا ولا ماتت ولا لقاو عائلتها ولا داكشي. كانت هذاك الاجتهاد ديال داك السيد وكيل الملك تنحيي من هذا المنبر هاد العمليه اللي دار، حيت انا كانت القصه تتعاود لي هكا، السيد دار المسطره تيعاودها لي، كنت تنتسنى يقول لي داو هذوك الحبس، مشاو اعتقلهم داو الحبس، ونقول والبنت هو يقول لي وهي تعاود لي قال لي ولكن ما سولتينيش على البنت. قلت له ودي راه عليها وقفت انا، البنت تجاروا معها. قال لي كان اجتهاد ديال السيد وكيل الملك، كان واحد الاجتهاد رائع، عطى تعليمات باش البنت ما تبقاش تولد لان ما عندها حتى شي حل. وهذوك تقدموا للعداله وخذوا حقهم، خذوا العقوبه ديالهم. نتمنى من الله هذه الرساله تعجبكم، وهذه الرساله تعجبكم كما قلت لكم وتعجب هذه الحلقه.